تعالي يا امي، والله العظيم نورتي يا ليه. ربنا يخليك، ده نورك يا عادل. بقى كده يا ست الكل 4 شهور ما تدخليش بيت ابنك؟ انا جيت لك اهو يا عادل. ده انا موصي هدى تعمل لنا لقمه النهارده ونتعشى مع بعض. اتفضلوا اتفضلوا. امال يا عادل مش شامين ريحه اكل يعني وريحه حاجه وفين مراتك؟ ده انا هفاجئك دلوقتي. اتفضلي يا هدى. ماشي. خش يا ست الكل. ماشي يا حبيبي. اتفضلي يا ام، اتفضلي يا ليه. منور بيك يا عادل. ثانيه واحده بس هعرف هدى ان انتوا جيتوا. وهي الست الهانم ما سمعتش صوتنا وانت بترحب وعملت وتفضلي يا امي وتفضلي يا ليل؟ ايوه يا بنت كلامك صح، يعني هي ما سمعتناش حتى جينا في البيت تطلع تسلم علينا ولا حاجه؟ ما سامع كل ده من ساعتها ولا ايه؟ والله يا جماعه انتوا فاهمينها غلط خالص. على فكره هدى اطيب من كده بكتير، واول ما هتعرف ان انتوا جيتوا هتيجي دلوقتي وهترحب بيكوا وهتعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه. ثانيه واحده بس وهجيبها تسلم عليكم. هاتها يا اخويا هاتها، قال يعني هتجيب الدب من ديله. هدى، ايه ده يا هدى؟ بقى هو ده اللي انا اتفقت معاك عليه؟ هدى يا هدى، ايه يا بنت اللي نايمك كده في المطبخ؟ يا عادل في ايه مالك؟ معلش والله راحت عليا نومة من الترويق بتاع الشقة وكده. نومة ايه وايه الكوبايات دي كلها؟ دي كلها قهوة؟ ده انا عاملة القهوة دي كلها عشان افوق والله، ومفيش فايدة برضو. تعبانة من المجهود بتاع الشقة والغسيل والترويق. شايف المطبخ زي الفل ازاي، مش مخليه ورايا ورا. طيب انتي ما عملتيش اكل ولا ايه؟ مش انا قايل لك؟ لا والله انا نسيت خالص يا عادل ونمت على نفسي غصب عني. ما تقفش معايا وتبقى جدع وتعمل انت الاكل مكاني؟ بس كده عينيا ليك، مفيش اي مشكله. معلش مجهود طيب. النهارده قسمته عليك غصب عني عشان بس طيب. تعبان. ادخلي نامي وارتاحي انت ومالكيش دعوه. ماشي. خلاص سيبي كل حاجه وانا هعملها. ماشي يا عادل، كتر الف خيرك. تصبحي على خير. معلش تعبتك معايا. ولا اي تعب. هقول لهم ايه بس؟ لا جدع، برافو عليكي، بتعرفي تمشي على دماغك. بس على مين؟ والله لا اجيب ماما تطين عيشتك. اصبري عليا. الحقي يا ماما. يا ماما يا ماما، بقول لك ايه، تعالي بس كده، عايزه اقول لك على حاجه. مرات ابنك جه ما لقاهاش عملت غدا. تعمل ايه بقى الصوصه النبريسه اللئيمه؟ تقول له اصل انا يا عادل عماله اشرب في قهوه ومش قادره اتحرك من مكاني، ينفع النهارده تقاسمني تعب اليوم؟ وبتتسوق على ابنك وابنك عبيط، وراح جاي لها ماشي يا حبيبتي خلاص خشي ارتاحي، ووقف بقى بيغسل المواعين. خشي له والله يا ماما لا انت داخله له وتسودي عيشتها والتانيه عشان تخشي جايه من اوضه النوم كمان شعرات تمسحي بيها بلاط الشقه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ على اخر الزمن ابني يخش المطبخ هو اللي يقف يطبخ ويعمل لها كل حاجه كمان؟ ده انا هطين عشيتها النهارده. والله ليك الحق تقف تكلم نفسك. امال فين مراتك يا بيه؟ غسيل وطبيخ وكنس وكله عليك انت. امال هي بتعمل ايه في البيت؟ فين مراتك؟ انا عايز افهم. انا مش شايف ان في مشكله يا ست الكل، على فكره انا وهي شركاء مع بعض. هي اللي عليها كل ده وده حقها في البيت. انت بتتكلم ازاي يا عادل؟ وانت مش نفسك تاكلي من ايد ابنك ولا ايه؟ لا انا مش عايزه اكل من ايد ابني بقى، انا هشوف هي بتعمل ايه جوه. والله لا طايل لك عشتها يا عادل. الله الله، وما في يا بيت؟ ايه انت نايمه لي يا اختي؟ نايمه لي وسايبه ابني في قلب المطبخ بيكنس ويطبخ ويمسح؟ يا ماما انا لسه داخله دلوقتي انام وانا اللي مروقه الدنيا دي كلها وانا اللي عامله كل حاجه والله، ومش قادره اقف غصب عني. وبعدين؟ فطلبت منه عادي يعني ان هو يقف يعمل الاكل، ما حصلش حاجه. والنبي ما انت مكسوفه على نفسك. طب وهتكسف ليه يا ماما؟ انت شفتي حاجه في البيت مش عاجباكي؟ ايوه مش حاجه عجباني طبعا، ابني ما يعرفش يعمل اللي انت بتعمليه ده، واجب عليكي. طب ما هو ماما ما جراش حاجه، ده الحياه مشاركه وفيها ايه لما يقف معايا؟ ما هو مش كله عليا. ما عودتش ابني والله يقف في المطبخ. يعني انت جوز حضرتك ما كانش بيعمل معاكي حاجه خالص؟ لا كان بيعمل معايا حاجه، انا كنت ببقى نايمه وتعبانه وفيها اللي فيا وكنت بقوم اعمل كل حاجه في البيت. اتفضلي قومي قدامي. ايه دلع البنات ده يا اختي؟ اتفضلي يا ست على المطبخ شوفيه بيعمل ايه، اجري. يا بتعاملني ليه كده؟ انا عملت فيها ايه؟ انا عملت لها ايه اصلا؟ كان لازم يعني ادخلك ماما يا هدى عشان تصحيكي بقى. عايزه تخلي اخويا يقف يغسل المواعين وينظف ويعمل لنا اكل يا مفتريه؟ ليه يا اختي؟ عدمتي ايدك ولا عدمتي رجلك؟ انا نفسي اعرف ايه مشكلتك معايا؟ يعني انت مشكلتي ان انا بيت اخويا وشقته وما يبقاش عريس ما كملش سنه وشقته بالمنظر والقرف ده. ايه يا حبيبتي في ايه؟ لا ليه؟ مش دي مشكلتك معايا. مشكلتك معايا ان اخوكي بيقف معايا،
مشكلتك معايا ان اخوكي بيعمل معايا. قصدك ايه يعني يا هدى؟ قصدك ان انا غيرانه منك يعني ولا ايه؟ قصدي ان انت ما قبلتيش ده. بجد والله. أيوة، ويوم ما متعودتيش على ده. غير منك انت يا شيخه. بصي لجلابيتك وانا مش عارفه اطيقك ازاي بريحتك وبالقرف اللي انت فيه ده. هي دي عيشه؟ دي عيشه تموت يا اختي. ده انا بكره اقسم بالله لو عادل ده اخويا يمشي على دماغي لجوزه ستك. ليه بقى؟ ليه انا الجلابيه اللي مش عاجباكي دي لابساها عشان بروق الشقه اللي حضرتك يا بنتي ده جبتي بصي فيها الرخامه، بتنور. بصي يا بنت الرخامه مطلعه تراب وقرف. يا بنتي انت ما بتعرفيش من نفسك، ما بتبصيش للنسوان اللي ماليه النت. على فكره خافي ليه على حرام جوزك. عليكي. بصي للموضوع بان انا بجد بتعب. الشقه مش صغيره، كبيره ما شاء الله، 5 يعني الله اكبر، وبعملها لوحدي. خدي يا بنتي انت بتخمسي في لا انا بقول لك يعني 5 الله أحسن. اكبر، وانا بعملها لوحدي. وبعدين انا ما اتصلتش بيكي يعني قلت لك تعالي ساعديني، ده انا يعني تعبانه. والمفروض انت ان عارفه انت يا بنت بيقولوا على اخت الجزء في اسمعي. الفلاحين ايه؟ بيقولوا عليها عمتي. عمة. بس احنا مش ماشي؟ عندنا الكلام ده. لا عندنا يا اختي الكلام ده. ليه ما يبقاش عندنا يا ماما؟ يعني انت اللي تيجي تخدميني يا روحي، مش انا اللي اخدمك يا بنت. انت ايه مشكلتك معايا بالظبط يا بنت الناس؟ انا مشكلتي ان انا ما الاقيش اخويا. وبعدين فيها ليه؟ هو في ايه يا عادل؟ بالهبل. بدلها درس يا عادل. هو في ايه؟ انت جايه تتخانقي ولا جايه تقعدي مع اخوكي شويه وناكل لقمه مع بعض؟ بقالنا كتير ما قعدناش. انا انت مش جاية عاجبني مشاكل حال على بيتك، فكرة. مش عاجبني حال بيتك يا عادل. يا- الزنيش بتاعك ما لا اتفقتش ليه ما ده هي دخلتنيش بتهزر الشباب؟ معايا يا عادل، والله مش ما قالتش ولا حاجه. حال بيتي عاجبني يا ليل. ايوه ماشي تمام. يعني من الاخر اخرج نفسي منها. هسألك سؤال. اه. هو انت متغاظه من ايه؟ انا مش متغاظه يا عادل، هو انا عشان خاطر زعلانه على عيشتك يا محمد عادل. جوزك ما بيساعدكيش وما بيقفش معاكي في اي حاجه ومشايلك الطين كله، خلاص عايزاني ابقى زيه؟ انت بتقول لاختك الكلام ده يا عادل؟ اصل هي ما عملتش حاجه يعني، انا جيت لقيتها تعبانه. تمام وبعدين يا هي عادل. واقفه معايا كل يوم. اتصفى مع مراتك وسع كده. ايه الزفت ده؟ هتكون قرف. انا مش عارف اللي جابك اصلا. لا ما تقولش كده. وبعدين واحده واحده مهما كانت مهما قالت هي في بيتك. يعني ينفع الكلام سيبها. ده؟ ما يا عم هكلمها هقول لها ايه؟ يا عادل ما انا بعدي عشانك، كفايه ان انت برضو بتستحمل عشاني وبتعدي عشاني. انا عارفه ان الكلام من الطرفين مش ليا لوحدي. انا عارفه. زعلانه. أنا مش عايزه زعلانة. تخشي تكملي نوم. لا مش لا كلامهم في دماغ خالص. لا نوم ايه يا عم؟ انا هقف اعمل اكل عشان خاطر هما ما يزعلوش. بس احنا هنا عايزين ندي رساله للجمهور. هل التصرف بتاع الزوج ان هو واقف مع زوجته عشان هي تعبانه في البيت وبيساندها في بعض الاشغال، يعني مش كلها، ده غلط ولا صح؟ اصلا هو من السنه حاجه زي كده. انا مش هفتي في حاجه ما اعرفهاش، بس من السنه حاجه زي كده. الرسول كان بيساعد مراته، فمش هتبقى كبيره قوي على رجالتنا يعني. ده طبعا رايي. دي رساله الفيلم. اهم حاجه ان احنا نكون مع بعض وايد واحده ونكمل بعض يا جماعه، علشان خاطر مفيش فرق ما بين راجل وست. انا لو تعبان في شغلي هي ممكن تساعدني، وهي لو تعبانه في شغلها برضه انا ممكن اساعدها، مفيش اي مشكله. واهم حاجه تعملوا لايك، ويا رب فكره الفيلم تعجبك. وهنشوف الاولويه للستات ولا للرجاله في موضوع الرد في الموضوع ده. مهم جدا نعرف. السلام عليكم.